النهاردة بقى هنعمل وصفة من أحلى أنواع البسكوتات اللي ممكن تجربوها. هنعمل بسكوت التمر بالسمسم أو أصابع تمر بالسمسم. طعمها حلو جدا، مقرمشة كده من بره وفي نفس الوقت ناعمة كده وبتدوب دوبان، وطبعا مغذية ومفيدة جدا جدا للأطفال والكبار بسبب السمسم والعجوة. مكوناتها بسيطة وطريقة إعدادها سهلة جدا، وهنعملها كمان في الخلاط في أقل من 5 دقايق. تابعوا معايا الفيديو للنهاية وإن شاء الله تستفادوا. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. هنعمل البسكوت النهاردة في الخلاط. هنجهز الخلاط بتاعنا وهنحط فيه نص كوباية سكر حبيبات عادي، وهنزود عليهم بيضتين في حرارة الغرفة، وهزود عليهم كمان تلتين كوباية سمنة على زيت. استخدمت تلت كوباية سمنة وتلت كوباية زيت، وتقدروا كمان تستخدموا كل الكمية زيت. هنزود عليهم بقى ظرفين فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هناخد بقى الخليط اللي احنا عملناه ده نخلطه في الخلاط كويس جدا حوالي 4 أو 5 دقايق لحد ما نتأكد ان المكونات كلها اختلطت مع بعض، وكمان مفيش اي اثر للسكر خالص. لازم بقى نخلطهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم ينعم كده ويتقل معانا شوية. تعالوا بقى دلوقتي عشان نجهز المكونات الجافة. هنحتاج في الاول كوبايتين دقيق، وهنشيل نص كوباية على جنب هنشوف هناخد منها قد ايه. هزود على الدقيق 3 معالق كبيرة من الحليب البودرة. الحليب البودرة اختياري، بس هو بيدي طعم ونكهة حلوين جدا للبسكوت. وهنزود عليهم 3 معالق كبيرة من النشا، وهنزود كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة مش مليانة قوي، ورشة ملح صغيرة جدا عشان تظبط الطعم. هنبدأ بقى نقلب المكونات الجافة دي مع بعض كويس. بعد كده هننزل عليهم بالخليط السائل اللي احنا عملناه مع بعض في الخلاط. الخليط ده كان عبارة عن نص كوباية سكر وبيضتين وتلتين كوباية سمنة على زيت، وكمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا. المكونات كلها كمان هسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. نبدأ بقى نقلب بالراحة جدا، ونقلب كمان من غير ما نعجن خالص، يا دوب بس احنا عايزين المكونات تتجمع كلها مع بعض. دلوقتي هنشيل الاسباتيولا وهبدأ اكمل تقليب بايديا عشان نقدر نتحكم في العجينة ونشوف هي محتاج معانا دقيق قد ايه. العجينة طبعا لسه القوام بتاعها طري. طبعا انا استخدمت في الاول كوبايتين دقيق، ومعايا كمان نص كوباية مش هنحتاجها كلها، واخر نص كوباية دقيق هنضيفها كده بالتدريج، ونضيف شوية بشوية ونبدأ نقلب بالشكل ده. نقلب كمان من غير ما نعجن خالص، يا دوب بس بنقلب عشان المكونات كلها تتجمع مع بعض. وطبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، عشان كده احنا مش بنضيف الدقيق كله مرة واحدة. انا استخدمت كمان نص كوباية الدقيق كلها ما عدا معلقة واحدة بس. واحنا بنعجن العجينة كمان بنلاقيها كده بتلزق جدا في ايدينا، بس بمجرد ما بنغسل ايدينا ونمسك العجين مرة تانية مش بنلاقي فيها اي تلزيق خالص. تعالوا بقى نختبر قوام العجينة. شايفين العجينة الملمس بتاعها ناعم وطرية، وفي نفس الوقت مش بتلزق ومفيهاش اي تشققات. نغطيها بقى ببلاستيك راب وندخلها التلاجة ترتاح شوية لمدة ربع ساعة. تعالوا بقى دلوقتي نحضر الحشوة اللي هنحشي بيها البسكوت. هنحتاج 800 جرام من العجوة. هنزود عليهم معلقتين كبار سمنة، ويفضل تكون سمنة بلدي، سمنة حيواني، هتدينا طعم حلو جدا كأننا عاملين البسكوت كله بالسمنة. وهنبدأ بقى نقلب السمنة مع العجوة كويس جدا. لو حسيتوا كمان ان العجوة ناشفة معاكم شوية، تقدروا تاخدوها كده على النار وتفضلوا تقلبوا فيها، تقلبوها كده بالشوكة او بأي معلقة، هتلاقوها بقت طرية وناعمة جدا معاكم. شايفين قوامها عامل ازاي؟ تعالوا بقى دلوقتي عشان نبدأ نشكلها. هناخد بقى قطعة من العجوة وهنبدأ نلف فيها بالشكل ده، بنعملها كده على شكل صوابع. نحاول بقى نسوي اصابع التمر كلها بحجم بعض عشان يبقى شكلها حلو كده جوه البسكوت. طبعا الخطوة دي مش بتاخد مننا اي وقت خالص، يعني في الوقت اللي العجينة بترتاح فيه في التلاجة بنجهز الحشوة. وبكملهم بقى كلهم بنفس الطريقة كده لحد ما بخلص الكمية كلها. دلوقتي معايا كمان كوباية من السمسم المتحمص. السمسم ده هنحطه على وش البسكوت. هنزود بقى على السمسم حوالي 3 أو 4 معالق كبيرة من المية، وهنقلبهم مع بعض كويس. فايدة المية اللي بنضيفها على السمسم بتخلي السمسم يلزق مع العجينة.
دلوقتي انا طلعت عجينة البسكوت من التلاجة، سبتها تقريبا ربع ساعة. هنبدأ بقى نشكل البسكوت بتاعنا. بناخد بقى قطعة من العجين كده وهنبدأ بقى نلف فيها رول بالشكل ده. بعد كده بناخد النشابة وهنفردها بسمك رفيع جدا. حابين بقى تحطوا على وش العجينة كده وانتوا بتفردوها كيس بلاستيك براحتكم، مش حابين عادي خالص. العجينة القوام بتاعها مظبوط جدا ومش بتلزق. دلوقتي هنبدأ نسوي العجينة ونشيل كل الأطراف الزيادة دي، وطبعا الزيادات دي كلها بناخدها وبنرجع نشكلها مرة تانية. بعد كده بنحط الحشو وهنبدأ نقفل أطراف العجينة على الحشوة كويس. نحاول كمان نقفل أطراف العجينة على العجوة كويس جدا عشان يبقى مفيش أي فراغ بين الحشوة وبين العجينة. هنلف بقى مرة واحدة بس، وبعد كده بنشيل كل الزيادات دي. الزيادات دي طبعا زي ما قلنا كده بناخدها وبنشكلها مرة تانية. دلوقتي هنبدأ بقى نلف البسكوت ونبرمه بالشكل ده عشان أطراف العجين تتقفل على بعض كويس، وكمان البسكوت بتاعنا يطلع شكله متساوي وشكله حلو. دلوقتي هناخد البسكوت ونحطه في السمسم ونحاول بقى نغطيه بالسمسم من كل الجوانب. الخطوة اللي جاية دي بقى مهمة جدا عشان هي دي اللي هتثبت السمسم على البسكوت. هناخد بقى البسكوت ونفضل نلف فيه بالشكل ده. الطريقة دي بتثبت السمسم على البسكوت وكمان بتخلي البسكوت بتاعنا شكله متساوي وشكله حلو. مش هيكون فيها بقى مكان رفيع ومكان تاني تخين، لا البسكوت كله هيبقى بحجم بعضه. دلوقتي بقى هناخد اي سكينة او اي قطعة وهنبدأ نقطع البسكوت، وبناخد كده بسكوتة وبنقيس بيها على باقي البسكوت عشان كله يطلع بحجم بعضه. شايفين بقى شكله حلو قد ايه؟ سمك البسكوتة حلو جدا والحشوة جواها شكلها حلو. وطبعا بنجهز بقى صينية جنبنا بندهنها كويس جدا بالزيت وهنبدأ نرص فيها البسكوت. دلوقتي بكمل كل كمية البسكوت بنفس الطريقة. بناخد بقى قطعة من عجينة البسكوت وهنبدأ نلفها رول بالشكل ده، وبناخد النشابة وبنفردها بسمك رفيع. بعد كده بنحط الحشوة بقى العجوة بتاعتنا على طرف العجينة وهنبدأ نشيل كل الزيادات دي. نسوي أطراف العجين كده كويس على قد الحشوة، وناخد أطراف العجين نقفلها على الحشوة كويس، وبعدين نلف العجينة مرة واحدة بس. وهنشيل بقى أي زيادات معانا في العجينة، وهنبدأ نبرم العجينة ونلفها بالشكل ده. وبعد ما بنخلص بناخدها بنحطها في السمسم ونحاول نغطيها بالسمسم من كل الجوانب. بعد كده بناخد بقى البسكوت قدامنا كده ونبدأ نلف فيه بالشكل ده. الطريقة دي طبعا زي ما قلنا كده بتثبت السمسم على البسكوت وبتخلي البسكوت بتاعنا يطلع شكله متساوي وشكله حلو. الخطوات كلها بسيطة وسهلة جدا وكمان مش بتاخد اي وقت خالص. دلوقتي بقى هنبدأ نقطع البسكوت. بناخد واحدة كده وبنقيس بيها باقي البسكوتات عشان يطلعوا معانا كلهم بحجم بعض. بخلص بقى كمية البسكوت كلها بنفس الطريقة وبعدين بنحطهم على صينية مدهونة بالزيت. عايزة اقول لكم بقى ان هو بيعمل معانا كمية كبيرة جدا. شايفين كل الكمية دي عملناها من 2.5 كوباية دقيق بس. بالنسبة للتسوية هندخل البسكوت فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180. هنحطه في الرف الوسطاني والفرن هيكون شغال من تحت بس. اول ما البسكوت بياخد لون ذهبي من تحت بنطفي عليه من تحت ونولع عليه الشواية عشان ياخد لون ذهبي من فوق. ياخد معانا تقريبا في الفرن ربع ساعة وهنلاقيه استوى. نحاول كمان ما نزودش مدة التسوية عن ربع ساعة عشان العجوة ما تنشفش معانا جوه البسكوت. بيطلع معانا بقى حرفيا كده رهيب بجد، من احلى انواع البسكوت اللي هتجربوها. مقرمش كده وفي نفس الوقت دايب، البسكوتة نفسها بتدوب دوبان وطعمها بجد تحفة. جربوها بنفس الطريقة كده وبنفس المكونات وانا متأكدة ان هي هتعجبكم. بالنسبة بقى لحجم الكوباية اللي انا استخدمت كوباية معيارية بحجم 250 مللي. ان شاء الله كمان هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهاردة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.